لمنتخب غانا. النهارده ان شاء الله تكمل المشوار وتختم المشوار في البطوله بتألق كبير في الركلات باذن الله. مسعد عوض، والركله الاولى هتكون لمنتخب غانا بقدم الباك اليمين وهو اللاعب ريشموند رقم 13. اللاعب ريشموند، والركله الاولى لصالح منتخب غانا بقدم الباك اليمين ريشموند، والحارس مسعد عوض، وركله اولى في المباراه، والركله لصالح المنتخب الغاني. على طول ريشموند حارس المرمى، ريشموند لاعب غانا وحارس المرمى مسعد عوض، والركله الاولى على طول مسعد عوض، مسعد عوض حطها جميله قوي، حطها مسعد على طول. ريشموند حطها حلوه على يمين مسعد عوض، والركله الاولى لمنتخب غانا يسجلها اللاعب ريشموند، حطها جميله في ارتفاع ممتاز على يمين مسعد عوض. الركله الاولى سجلوها لاعبي غانا. والان طبعا الركله الاولى بالنسبه للشباب مصر، والركله بقدم مين؟ الركله الاولى بالنسبه لمنتخب مصر للشباب بقدم رامي ربيعه. رامي ربيعه والحارس إيريك أنتويه حطها بره بعيده. رامي ربيعه بيضيع الركله الاولى لمنتخب مصر في المباراه. الركله الاولى بتضيع بالنسبه لشباب مصر، حطها بعيده جدا جدا. رامي ربيعه هذا هو حطها، طلعت بره راحت على الشمال بعيده، على الرغم من الحارس إيريك أنتويه راح على ناحيه اليمين ولكن حظنا وحش. الركله الثانيه بقدم مين؟ بقدم اللاعب اركروفول رقم 2. اركروفول ويحطها بمهاره عاليه، حطها بمهاره عاليه جدا على يمين الحارس مسعد عوض. والركله الثانيه لمنتخب غانا للشباب، لعبوا ركلتين سجلوا ركلتين ولعبنا ركله ضيعناها، والركله القادمه هي الركله الثانيه بالنسبه لمنتخب مصر للشباب. الركله الثانيه بالنسبه لشباب مصر بقدم طبعا صالح جمعه، وادي الحارس إيريك أنتويه حارس المرمى. على طول صالح جمعه والركله صالح، والحمد لله حطها جميله، الحمد لله حطها جميله. يبقى كده 1 مصر 2 منتخب غانا في ركلات المعاناه الترجيحيه. منتخب غانا متقدم على منتخب مصر في ركلات المعاناه 2-1. كل منتخب لعب ركلتين، منتخب غانا سجل الركلتين ومنتخب مصر سجل ركله وضيع ركله. الركله القادمه الركله الثالثه للمنتخب الغاني، والركله بقدم مين هنشوف ونتابع. يلا يا مسعد عوض، تركيز ان شاء الله، تألق وابداع باذن الله. الركله بقدم على طول ادم احمد، والتصويبه حلوه. مسعد عوض يتألق مسعد عوض ويصد مشاهدينا. الركله الثالثه لمنتخب غانا بقدم ادم زي احمد رقم 4 يضيع الركله الثالثه بالنسبه لمنتخب غانا، واول ركله يضيعوها في البطوله في المباراه. لو سجلنا الركله القادمه هيكون تعادل ايجابي 2-2 باذن الله. يلا يا شباب ممتاز، تسلم ايديك يا مسعد عوض. وادي الركله القادمه بقدم مين؟ بقدم على طول احمد سمير. الله عليك احمد سمير، يحطها بمهاره عاليه ويسجل مشاهدينا الركله الثالثه لمنتخب مصر. كده النتيجه مشاهدينا التعادل موجود، التلاحم موجود، تعادل ايجابي 2-2 في ركلات المعاناه الترجيحيه. كل منتخب سجل ركلتين وكل منتخب ضيع ركله. الركله القادمه هي الركله الرابعه بالنسبه لمنتخب غانا، والركله بقدم اللاعب القائد والكابيتانو وهو اللاعب لاورنس. لاعب لاورنس رقم 14 هو صاحب الركله. مسعد عوض يلا يا راجل واللاعب لاورنس، والركله الرابعه وعلى طول يحطها جميل.
حطها جميله على يمين الحارس مسعد عوض. 3 منتخب غانا، 3 منتخب غانا. والركله القادمه هي الركله الرابعه بالنسبه للمنتخب المصري. ادي اللاعب لاورس حطها جميله جدا على يمين مسعد عوض، حطها حلوه قوي. الركله القادمه بقدم يمين احمد رفعت. احمد رفعت والركله، الركله الرابعه بالنسبه لمنتخب مصر للشباب. وادي الحارس إيريك كانتوي واحمد رفعت جول. الحمد لله حطها، الحمد لله حطها في الشباك. 3-3. الركله الخامسه، الركله الخامسه بالنسبه لمنتخب غانا. الركله الخامسه والاخيره، لو ضيعوها وسجلناها نفوز باذن الله بالبطوله، باذن الله يا رب، باذن الله يا رب. هذا اللاعب فوري، هذا اللاعب فوري رقم 3، اللاعب الباك الشمال. والحارس مسعد عوض، مسعد عوض. والركله الخامسه والاخيره على طول اللاعب فوري ومسعد عوض. والركله على طول اوفوري اوفوري اوفوري، وحطها جميل، حطها حلوه على اليمين، حطها حلوه على اليمين. كل ضرباتهم بيحطوها على اليمين. هذا اللاعب اوفوري حطها على اليمين. ومنتخب غانا 4 ومنتخب مصر 3. الركله القادمه، الركله الخامسه، الركله الخامسه والاخيره. لو سجلناها باذن الله نلعب ركله وركله باذن الله، باذن الله. الركله الخامسه والاخيره، والركله بقدم مين؟ بقدم على طول محمود كهربا. ادي محمود كهربا والحارس على طول إيريك كانتوي. وعلى طول جول. الحمد لله حطها جميله قوي، حطها جميله قوي. 4-4 4-4 4-4. منتخب مصر سجل 4، منتخب غانا سجل 4، وكل منتخب ضيع ركله، كل منتخب ضيع ركله. كده هنلعب ركله وركله، كده هنلعب ركله وركله. يلا يا شباب، يلا يا نجوم. ركلات المعاناه الترجيحيه، ركلات العذاب الترجيحيه، ركلات الحظ الترجيحيه. ومسانده كبيره جدا، رهيبه جدا جدا، مسانده كبيره جدا، رهيبه جدا جدا. على طول الركله، الركله السادسه لصالح منتخب غانا بقدم مايكل انابا. هذا اللاعب انابا رقم على طول 16. والركله وخطيره، هوبا في العارضه، في العارضه، في العارضه، في العارضه. لو سجلناها نفوز، لو سجلناها نفوز. على طول، على طول مايكل انابا يحطها فين؟ تيجي في العارضه مشاهدينا، تيجي في العارضه متابعينا. الركله السادسه، الركله السادسه بيضيعوها لاعبها نجوم شباب غانا. الركله القادمه باذن الله وبعون الله وبمشيئه الله هي ركله الفوز باللقب باذن الله. يلا يلا يا حسام يا غالي، يلا يا حسام يا محمد يا غالي، حسام غالي. والركله الاخيره باذن الله ركله الفوز بعون الله. يا رب يا كريم فرح كل المصريين، يا رب يا كريم اسعد كل المصريين، يا رب يا كريم. جول جوه الجول، جوه الجول. مليون مبروك، مليون مبروك، مبروك 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 لشعب مصر، مبروك لشعب مصر، مبروك لل80 مليون مصري على هذا الانجاز. هو اعجاز وليس انجاز، اعجاز شباب مصر، اعجاز نجوم الغد ومستقبل الغد للكرة المصرية والعربية. ابناء مصر يحققوا فوز غالي وغالي جدا جدا، فوز صعب وصعب جدا. والفوز كان بركلات المعاناة الترجيحية 5-4 بعد ما انتهى الوقت الاصلي، والاضافه بالتعادل الايجابي 1-1 في لقاء كبير، لقاء رهيب، لقاء غير عادي بكل تاكيد. 1000 مليون تحيه، 1000 مليون تحيه، 1000 مليون تعظيم السلام لشباب مصر، للجهاز الفني، للمدرب الكبير القدير المحترم ربيع ياسين. انجاز، اعجاز ما بعده اعجاز، انجاز ما بعده انجاز في ظل هذه الظروف الصعبه وفي ظل هذه الاجواء. منتخب مصر يعمل انجاز كبير
كبير ويعمل فوز كبير ولقب غالي بكل تأكيد. منتخب مصر مشاهدينا، أحفاد الفراعنة متابعينا، ملوك أفريقيا وأسياد أفريقيا يفوزوا باللقب الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ منتخب مصر للشباب. ألف تحية وألف شكر، نرفع القبعة احتراما وتقديرا لشباب مصر على هذا المجهود الكبير، على هذا المجهود الخرافي. وألف تحية ليك يا مدرب يا كبير يا قدير يا خلوق يا ربيع ياسين على هذا الأداء والتكتيك العالي جدا جدا. هنعيش معاكم أجواء الفرحة، هنعيش معاكم أجواء السعادة، فرحة كبيرة جدا، سعادة رهيبة جدا، وأداء يرفع الراس. ارفع راسك انت مصري، ارفع راسك انت مصري، ارفع راسك انت مصري بهذا المستوى وبهذه الروح وبهذا الاداء الراقي والجميل. هنعيش معاكم الركله الاخيره. حسام غالي تسلم لي رجليك وايديك وعينيك، وتسلم لي والله كل حته فيك. شباب مصر نجوم مصر، اشكركم على هذا الاداء الكبير. مشاهدينا انتظروني مع التتويج، والان مع الزميل العزيز احمد فؤاد والاستوديو التحليلي. شكرا لزميل محمد الكواليني. إذا مشاهدينا الأعزاء، فرحة كبيرة للشعب المصري الذي بالفعل ينقصه الفرحة في هذه الأيام. منتخب الشباب بقيادة كابتن ربيع ياسين يتألق ويتجمل. إذا مشاهدينا الأعزاء، يعني أكمل الحديث عن الأداء الجميل للمنتخب المصري والفوز الغالي للبطولة الرابعة في تاريخ كرة القدم المصرية على مستوى الشباب. التفوق للمنتخب المصري بقيادة ربيع ياسين. هؤلاء النجوم الكبار حققوا إنجاز في ظل ظروف صعبة للغاية، وبالفعل تفوق كبير للمنتخب المصري. نتواصل مشاهدينا حول هذه الفرحة ولكن بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الأعزاء، مبروك للشعب المصري هذا الإنجاز الكبير، مبروك للكابتن ربيع ياسين هذا التتويج الكبير. كابتن أيمن منصور، مبروك للكرة المصرية هذا اليوم. منتخب رائع، منتخب متميز. اليوم يعني انتقدنا في بعض الأوقات، ولكن أنت قلت أن كابتن ربيع ياسين يريد الوصول إلى ضربات الترجيح، وبالفعل الرجل حقق ما أراد وتحقق له ما أراد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فراعنة صغار أسياد أفريقيا زي ما احنا شايفين كده، مبروك ليهم ومبروك على جمهور مصر الكبير. الفرحة الكبيرة اللي فعلا محتاجينها في الوقت دوت، ومحتاجين الفرحة تترسم على وجوه المصريين. أنا شايف إن كابتن ربيع ياسين ببارك له وبقول له بعد التعب وبعد التحضيرات وبعد الجلد اللي أنت صبرت بيه، ربنا أراد إن هو يفرحك ويفرح جمهور مصر ويفرح اتحاد الكوره ويفرح اللعيبه اللي هم ارادوا ان هم يوصلوا رساله ان برضو مصر بخير في اللعيبه بتاعتها على مراحل السنيه اللي تحت. فانا شايف ان هم قدروا ينفذوا الاسلوب التكتيكي بتاع الكابتن ربيع ياسين ونفذوه بالحرف الواحد، مفيش تهور مفيش اندفاع. قدروا ان هم ينظموا نفسهم داخل الملعب، وارادوا ان هم يخرجوا للمباراه لبر الامان، وده كان الاتجاه السائد من بدايه المباراه. واحنا شفنا برضو ان هم المباراه لعبوها حتى كان فيها شوط ثالث ورابع، ان هم قدروا يفرضوا اسلوبهم، ان هم قافلين الجيم كويس جدا، قافلين على الخصم المساحات، ان هم ممكن يبقى عندهم استحواذ في الكوره، يلعبوا على الكونتر اتاك بس برضو مش بالشكل المطلوب. لكن المباراة خرجت بالشكل اللي هو عايزه الكابتن ربيع، ان هو يوصل لضربات الترجيح، ودي ربنا كرم اللعيبه فيها وقدروا يفرحوا شعب مصر في الفترة اللي هو فعلا محتاج فيها الكابتن ربيع ان هو يضحك فيها ويضحك فيها كابتن قصدي شعب مصر. لكن انا بقول ان طبعا على اتحاد الكوره ان هو يهيئ الجو والظروف المناسبه لكاس العالم بالنسبه لهؤلاء اللاعبين فقط، وان شاء الله باذن الله. انا شايف ان اتحاد الكوره عنده الدافع وعنده العزيمه وعنده الفرحه ان هو برضه يقدر يساند المنتخب ده. المنتخب ده عانى الكثير والكثير، انه ربنا اراد كابتن هذه اللقطه يعني لابد ان نتوقف. يعني الجمهور الجزائري حاجه جميله اليوم جدا، للمنتخب المصري والعالم الجزائري مع العالم المصري العربي مع بعض، يعني هذا دليل على العروبه بالفعل. يعني شيء عظيم، يعني يشكر. ده انطباع اكتر من رائع، ودي اذا عبرت عن شيء
فده الالتحام العربي. وشفت احنا في حاجه زي كده ما شاء الله الشكل عامل ازاي، يعني المسانده اليوم كانت من الجمهور الجزائري ما شاء الله للمنتخب المصري. ايمانويل، يعني الاداء نتحدث عنه بالتفصيل، ولكن بعد ان نذهب الى اخيرا يعني نذهب الى التتويج ثم نعود اليك ايمانويل لنتحدث كيف اديرت المباراه وكيف توج المنتخب المصري بلقب هذه البطوله. اذا مشاهدينا الاعزاء نعود مجددا الى زميل محمد الكواليني للتعليق على تتويج المنتخب المصري بلقب الرابع في بطوله افريقيا للشباب. تفضل محمد. أداء يرفع الراس وأداء تعظيم سلام شباب مصر في هذه البطولة الكبيرة، وفوز غالي وفوز مستحق باللقب الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ شباب مصر. يحقق هذا الفوز الغالي من قبل 3 مرات، والثلاث مرات في أعوام 81 91 2003، وفي هذا العام في عام 2013 إنجاز يحسب للجهاز الفني، إنجاز يحسب للاعبين المتألقين اللي أبدعوا في هذه البطولة بكل تأكيد. اسمحوا لي مشاهدينا أن نتذكر ونتكلم ونتحدث عن 21 لاعب شاركوا في هذه البطولة: مسعد عوض، إبراهيم عبد الله، إبراهيم حسن، محمود كهربا، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد رفعت، محمود متولي، عمر بسام، صالح جمعة، أحمد سمير، أمير عادل، محمود حمد، حسام غالي، شريف عادل، سيد عبد الله، أسامة إبراهيم، أحمد حسن كوكا، محمد شريف، محمود التريزيجيه وحسن محمود. هم دول 21 لاعب كانوا موجودين في قائمة هذه البطولة. هم دول مشاهدينا سجل تاريخي ممتاز وجيل ممتاز ينضم لأجيال سابقة حققت بطولات وإنجازات في هذه المرحلة السنية تحت 20 سنة. أيضا لازم نتحدث ونتكلم عن الجهاز الفني بالكامل بالنسبة لمنتخب مصر للشباب: الكابتن الكبير ربيع ياسين مدير فني، مدرب عام محمد سعد، مدرب هشام عبد المنعم، مدرب حسن مرمى خالد طلعت، منسق عام اللواء احمد فوزي، مدير اداري طه السيد، طبيب هو الدكتور اسامه الشاعر، علاج طبيعي هشام عبد العزيز، ومسؤول المهمات زميل او الكابتن علاء محمد مسؤول المهمات في هذه البطوله. انجاز من بعده انجاز واداء ممتاز لشباب مصر رغم الظروف الصعبه، ورغم ان في بعض الفترات كان في مسانده لمنتخب غانا، ولكن باصرار المصريين وعزيمه المصريين وفي وجود ايضا شباب جزائري مع شباب مصري في ملحمه في لوحه جميله جدا جمعت بين العالم المصري مع العالم الجزائري. شفنا ايضا مسانده كانت الى حد ما فعاله من شباب الجزائر لشباب مصر في هذه البطوله، وانجاز كبير وفوز غالي وغالي جدا جدا. وايضا كان فوز صعب، كان برقلات المعاناه الترجيحيه بعد ما انتهى الوقت الاسود في التعادل الايجابي 1-1. فوز كبير واداء ممتاز لمنتخب مصر للشباب. الف تحيه والف مبروك لمنتخب مصر للشباب، وايضا بنهني منتخب غانا للشباب على هذا الاداء وعلى هذا المستوى الكبير في البطوله طوال اللقاءات الماضيه. وكان ند كبير وند رهيب وند قوي لشباب مصر في نهائي افريقيا في هذا العام. مركز ثالث البطوله من نصيب منتخب نيجيريا، منتخب نيجيريا اللي فاز على منتخب مالي في لقاء الامس 2-1 في لقاء تحديد أصحاب المركز الثالث والرابع. منتخب نيجيريا المركز الثالث والميدالية البرونزية، منتخب غانا المركز الثاني والميدالية البرونزية. أما منتخب مصر أحفاد الفراعنة أبطال أفريقيا وزعماء أفريقيا هم دائما والحمد لله أصحاب المركز الأول في أفريقيا، هم أصحاب الميدالية الذهبية هنا في الجزائر في عام 2013. سجل التاريخ، سجل يا تاريخ ودون يا تاريخ. أنا شباب أفريقيا أنا شباب مصر هم أبطال أفريقيا في هذا العام. سجل الأسماء، سجل الأسماء زي ما سجلنا أسماء جيل 81 الجيل الذهبي، جيل طاهر أبو زيد وحمادة صدقي ومحمد حلمي وعلاء ميهوب، وزي ما سجلنا جيل 91 جيل نادر السيد واحمد ايوب وهادي خشبه وسامي الشيشيني، وزي ما سجلنا من قبل جيل 2003 شريف اكرامي وابو تريكه وعماد متعب وحسن عبد ربه واحمد فتحي. النهارده في 2013 نسجل وندون اسماء كبيره جدا لشباب مصر: مسعد عوض ومحمود كهربا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رفعت ومحمود متولي وعمر بسام وصالح جمعة وأحمد سمير وحسام غالي وبقية اللاعبين وبقية النجوم. وسجل التاريخ أن كان المدير الفني لشباب مصر في البطولة هو المدرب القدير الكابتن ربيع ياسين. دي سجلات وأسماء كبيرة
وسجلات من ذهب في تاريخ منتخب مصر للشباب، وهذا الانجاز الكبير. وهذه طبعا المركز الثاني والميداليه طبعا الفضيه من نصيب منتخب غانا للشباب اللي وصل للنهايه 5 مرات، فاز باللقب 3 مرات وخسر النهايه مرتين. اول مره في 2001 في اثيوبيا، هزيمه امام منتخب انجولا بهدفين مقابل لا شيء، والمره الثانيه هنا في الجزائر في هذا العام في عام 13 هزيمه بصعوبه امام منتخب مصر بركلات المعاناه الترجيحيه. بركلات المعاناه الترجيحيه. الان استلام الكاس، طبعا نزول السيد عبد الملك سلال الوزير الاول الجزائري، وبجواره طبعا السيد عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، وايضا وجود السيد محمد روراوره رئيس الاتحاد الجزائري، والدكتوره طبعا سحر الهواري رئيسه البعثه. عيله الهواري دايما وش السعد على منتخب مصر. كان حازم الهواري مع منتخب مصر الاول والفوز بالالقاب الاخيره الكبيره مع المعلم حسن شحاته، والدكتوره سحر مع منتخب مصر للشباب، وهذا الانجاز الكبير والفوز الافريقي للشباب. هي اول بطوله افريقيه مع المجلس الجديد، مجلس الاداره الجديد تحت القياده طبعا للسيد المحاسب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. الف مبروك للسيد جمال علام وبقيه اعضاء مجلس الاداره، والف مليون مبروك طبعا للشعب المصري على هذا الانجاز الكبير. وان شاء الله منتخب مصر الاول يكون متواجد في مونديال كاس العالم في العام القادم باذن الله في البرازيل في 2014. هذا هو محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري، وادي طبعا كبار الضيوف على راسهم السيد الوزير الاول عبد الملك سلال والسيد عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي، وعلى طول كاس البطوله، وعلى طول المركز طبعا الثاني المركز الثالث من نصيب منتخب نيجيريا، مركز ثالث في البطوله منتخب نيجيريا، ميداليه طبعا برونزيه بعد الفوز الصعب بالامس على منتخب مالي 2-1. منتخب نيجيريا اللي كان هو بطل النسخه الماضيه وكان هو صاحب الرقم القياسي في مناطق الفوز باللقب. هذا هو السيد مهدي عبيد شارف حكم اللقاء الجزائري، وهذا المساعد الاول السنغالي ماليكي سامبا. اداره جيده لطاقم التحكيم جيد، ادار اللقاء بكفاءه كبيره. ايضا الحكم هو التونسي مساعد الثاني انور حميله، وبقيه طبعا المساعدين في المباراه النهارده بالنسبه لطاقم التحكيم. ميداليات طبعا، وايضا اللجنه المنظمه للاتحاد طبعا الافريقي لكره القدم. هذا السيد خالد عبد العزيز طبعا احد الشخصيات المحترمه المصريه، كان وزير سابق، كان من الشخصيات المحترمه اللي موجوده طبعا في المجال السلك الرياضي. على طول الميداليه، ميداليه طبعا على برونزيه ومركز ثالث بالنسبه لمنتخب نيجيريا. السيد عيسى حياته رئيس الكونفدرالية لكرة القدم يسلم معنا المركز الثاني خط هجوم وخط دفاع للدورة منتخب مصر ضد الارقام، وافضل منتخب موجود في البطوله، لم يلقى اي هزيمه في البطوله حتى الان. Son Excellence le Premier ministre Abdelmalek Sallal, en compagnie de Monsieur Issa Hayatou, président de la Confédération africaine, remettent le trophée du deuxième واضح الصدمه والحزن واضح جدا على وجوه اللاعبين طبعا. هذه اللاعبي منتخب غانا للشباب والمركز الثاني، وطبعا الميداليه الفضيه. وهذا الحارس طبعا حارس إيريك أنتوي حارس المرمى. واضح الحزن والاسى واضح جدا جدا على وجوه غانا للشباب. منتخب غانا ومنتخب نيجيريا ومنتخب مالي لسه هو في قرعه عشان نحدد بقى ونعرف مين هيقف في مجموعه ايه في كاس العالم. منتخب مصر للشباب وقع طبعا في المجموعه الخامسه بطل افريقيا
مع تشيلي وانجلترا والعراق. اول لقاء منتخب مصر هيلعب مع منتخب تشيلي يوم 23 يونيو، ثم اللقاء الثاني امام منتخب العراق 26 يونيو، ثم اخر لقاءات منتخب مصر في دوري المجموعات امام منتخب انجلترا يوم 29 يوليو القادم باذن الله. دي مجموعه مصر، المجموعه الخامسه ابطال افريقيا مع انجلترا وتشيلي ومنتخب العراق. بطوله كبيره عالميه هتقام في تركيا في هذا العام كمان 80 يوم، افتتاحها ان شاء الله يوم 21 يوليو القادم باذن الله. هذا الجهاز الفني والاداره والطبي بالنسبه لمنتخب غانا للشباب. عبد الملك سلام بتهديد ان الفريق التقني للمنتخب الغاني. في انتظار تتويج، في انتظار طبعا المركز الاول. هذا المركز الاول والميداليه الذهبيه ونجوم منتخب مصر للشباب احمد سمير ومحمود متولي ومسعد عوض. ومنتخب مصر للشباب ابطال افريقيا هنا في الجزائر لعام 2013 محمود القربه واحد من النجوم الهدافين. هذا هو الحارس برضه البديل، حارس المرمى البديل حسن محمود. وادي بقيه اللاعبين والنجوم، نجوم منتخب مصر، نجوم المستقبل بكره ان شاء الله، نجوم الغد ان شاء الله بالنسبه لشباب مصر. مركز اول شرف كبير جدا جدا وانجاز ما بعده انجاز في ظل الظروف الصعبه وفي ظل طبعا يعني كان في توقف النشاط الرياضي وعدم الاستعداد الكافي لخوض البطوله، ولكن طبعا باصرار الشباب وعزيمه الكبار وبفكر محترم لمدرب محترم كبير هو الكابتن ربيع ياسين قدرنا ان احنا نعمل انجاز كبير، قدرنا ان احنا نعمل انجاز كبير جدا جدا. هذا هو طبعا لاعب منتخب مصر للشباب والمركز الاول والميداليه الذهبيه، وهذا الانجاز الكبير والكبير جدا، اعجاز كبير واعجاز رهيب بكل تاكيد. هذه النجم طبعا حسام غالي، وادي النجم صالح جمعه، عمل بطوله حلوه صالح جمعه ما شاء الله عليه هو واحمد رفعت وبقيه اللاعبين. احسن لاعب في المباراه صالح جمعه. وادي طبعا الجهاز الفني، وادي الدكتوره طبعا صح الهواري وش السعد على منتخب مصر للشباب، مجهود كبير عملته. وطبعا مدير فني كابتن ربيع ياسين طبعا احد المدربين الكبار المحترمين، مدرب كان لعيب كان كبير قوي وكان محترم قوي، وحاليا برضه مدير فني كبير قوي ومحترم قوي. ابو عمر وآية وتقي. محمد سعد مدرب عام وبقيه الجهاز الفني والاداري والطبي بالنسبه لمنتخب مصر للشباب. وفي انتظار كاس البطوله، في انتظار التتويج، في انتظار كاس البطوله للقائد والكابتن رامي ربيعه كابتن منتخب مصر للشباب وواحد من نجوم النادي الاهلي. رامي ربيعه وكاس البطوله في انتظار التتويج بلقب الكاس الغالي بطل افريقيا لعام 2013 هنا في الجزائر. منتخب مصر للشباب وهذا الانجاز الكبير بل هو اعجاز بكل تاكيد. عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي وصوره تذكاريه مع رامي ربيعه وكاس البطوله. كاس البطولة مليون مبروك لمنتخب مصر، مليون مبروك للشعب مصر العظيم على هذا الانجاز، على هذا الاعجاز. شباب مصر تحت 20 سنة هم ابطال افريقيا، هم ابطال افريقيا، هم زعماء افريقيا في هذه المرحلة السنية. انجاز كبير واداء كبير. في النهاية طبعا مشاهدينا بنبارك ونقول ألف مليون مبروك للشعب المصري على هذا الانجاز الكبير. مشاهدينا بشكركم في النهاية، شكرا. وفي الختام اكيد احلى كلام واكيد احلى السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع الاستوديو تحرير الزميل العزيز أحمد فؤاد فيلو هناك، والله ولي التوفيق. شكرا للزميل العزيز محمد الكواليني. إذا مشاهدينا فرحة كبيرة كما كنا في البداية للمنتخب المصري منتخب الشباب. يعني الفرحة اليوم للشعب المصري المفتقد للفرحة في هذه الأيام. إيمانويل، يعني لا نتحدث كثيرا عن الأمور الفنية، فانتهت المباراة وطويت الصحف خلاص ورفعت الأقلام اليوم، ولكن في النهاية نقول تقييم سريع لأداء المنتخب المصري في ظل ظروف صعبة كما كنا في البداية، وقيادة فنية للكابتن ربيع ياسين في هذا اللقاء تحديدا. إيمانويل،
أولا يجب علينا أن نهنئ المنتخب المصري على هذا الإنجاز، وأن نهنئ الشعب المصري لأنهم يستحقون هذا النصر الكبير، يستحقون الفرحة، يستحقون هذه النتيجة الرائعة. بالنسبة لي أعتقد أن الفريق يستحق أن يفوز، كان الفريق يلعب باتساق كبير وأظهروا أن لديهم أملا يحققونه. أحمد، حينما ترى الفريق الذي يريد أن يحقق شيئا فإنك بالتأكيد ستعرف أن عليهم دينا يريدون الإيفاء به، وبالتالي فإن الغانيين جعلوا الأمر صعبا عليهم، ولكنهم يستحقون. يستحق الشعب والمنتخب المصري والشعب المصري يستحق أن يهنأ على هذا النصر، وهذا سيجعل الشعب المصري مستعدا وكذلك مستحقا لأن يتقدم إلى الأمان. إنهم يستحقون هذا الفوز. تمام مانويل، يعني أنا أعلم أنك كنت تشجع المنتخب المصري في هذه المباراة. كابتن أيمن، يعني الأداء الرائع للمنتخب المصري في هذه البطولة، لم يخسر في أي مباراة، أداء متميز من مباراة إلى أخرى، حتى في هذه المباراة التي انتقدنا فيها كابتن ربيع ياسين في بداية المشوار وبداية المباراة دفاعيا، ولكن ظهر أنه يفكر بشكل جدي وعنده قراءة جيدة لهذه المباراة. أهم النقاط الهامة، منتخب مصر سيلعب في مجموعة العراق مع تشيلي مع إنجلترا في كأس العالم القادمة بمشيئة الله بعد يعني أقل من 3 أشهر في تركيا. ما هي النقاط الهامة التي يجب أن يحافظ عليها كابتن ربيع ياسين؟ اكيد الكابتن ربيع ياسين طبعا بالفرحه دي انا طبعا ببارك له وببارك لاتحاد الكوره. هي مجموعه المنتخب كابتن في كاس العالم. لكن احنا بنقول ان احنا بقى يعني الفرحه ديت ان شاء الله باذن الله تاخد وقتها، وتيجي بقى النقاط ان احنا لازم كابتن ربيع ياسين اكيد عامل برنامج كويس جدا، اكيد عارف اللعيبه اللي ممكن يضمها واللعيبه اللي ممكن يستعين بيها الفتره اللي جايه دي، اكيد عامل برنامج لمباراه وديه قويه مع المنتخبات الكبرى في كاس العالم. اكيد يعني في ملامح دلوقتي منتخب مصر اللي هو تحت الفراعنه الصغار اسياد افريقيا زي ما احنا شايفين كده، يعني الحمد لله. انا شايف ان كابتن ربيع عنده القدره ان شاء الله ان هو يبدا البدايه كويسه جدا. احنا منتخب مصر وكابتن ربيع وصل بمنتخب مصر للقمه، بس ازاي تحافظ بقى على القمه ديت؟ الخطوه اللي جايه اهم من الخطوه ديت، فبالتالي عايزه اهتمام اكتر، عايزه مسانده من اتحاد الكوره. استاذ جمال علام اكيد يساندوا المنتخب دوت، يديله كل الامكانيات، يديله كل اللي هي المباريات اللي هو محتاجها، المعسكرات اللي هو محتاجها. فبالتالي برضو كابتن ربيع ياسين هيقدم البرنامج، اكيد هيوافقوا على البرنامج. ارجو من اتحاد الكوره ان هو يساند بكل قوه، لان طبعا المنتخب زي لازم نحافظ عليه. كابتن ربيع ياسين ما شاء الله طلع المباراه للبر الامان، فيها عوامل تكتيكيه وتنظيم تكتيكي اكتر من رائع، لان احنا كنا برضو يمكن كنا مختلفين على التحفظ الدفاعي بتاع كابتن ربيع ياسين، لكن هو ادرى بظروف لعيبته، هو ادرى ان لعيبته وصلوا لمرحله اجهاد في المباراه تلو الاخرى. يمكن منتخب مصر فاز كل المباريات باستثناء مباراه النهارده اللي فيها ضربات الجزاء. انا شايف ان هو